عزيزي المشجع الجميل، السؤال اللي مش محتاج إجابة: هل استاد القاهرة ده ملكية عامة ولا ملكية خاصة؟ هل السيد الأستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة هل هو موظف عام ولا الاستاد ده بتاعه؟ ده سؤال بنطرحه لأن بصراحة التصريحات اللي طلعت من سعادته تصريحات في قمة الاستفزاز بسبب اللي قاله مارسيل كولر. أما النقطة الثانية وهي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز وحامل حمى والمدافع الاول في الاعلام عن نادي بيراميدز، وهو الكابتن خالد الغندور. ايوه يا عزيزي، زي ما سمعت كده، الكابتن خالد الغندور طالع بيشكر بيراميدز عن موقف ام بيراميدز عامل عكسه تماما، وفي الاخر يقول لك الاهلي مش نادي الوطنيه. دول نقطتين يا صديقي هنتكلم فيهم، بس في البدايه ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو، لو مش مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس، ولو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعملنا متابعه. ويلا بينا نخش في المفيد. خلينا نتكلم في النقطه الاولى، وهو تصريح الاستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره. امبارح بعد مباراه الاهلي وطلائع الجيش خرج مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي واشتكى من ارضيه ملعب استاد القاهره، وقال لك ان الارضيه بقت وحشه وعايزينها تتحسن وتتظبط عن كده. كلام كله كان في سياقه عادي ومفيش انتقاد، بل بالعكس ده رايه الفني عن ارضيه الملعب. ولكن ده ما يعجبش الكابتن سيف زاهر، فيقوم جايب رئيس هيئه استاد القاهره عشان يخش يرد على مارسيل كولر، وايه يا كابتن الكلام ده ومش عارف ايه، ويرد ان تصريحات كولر تصريحات عنتريه وان استاد القاهره ومش عارف ايه، وخد الموضوع على محمل الجد وقعد يلف على معظم القنوات لحد ما وصل مع الاعلامي محمد شبانه واتكلم بالنص كده. قال لك ان كولر بيتلكك وبيطلع تصريحات عنتريه علشان لو خسر مباراه بيراميدز يجي يقول مش انا قلت ان الارضيه وحشه والاستاد اصبح ما ينفعش يتلعب عليه، ويتحجج ويقول مبرر باللفظ كده. انت متخيل مسؤول عن استاد القاهره بيتكلم يقول النقطه دي، وبعد كده يقول لك خلاص يا عم احنا هنقفل الاستاد واحنا هندخله صيانه والاهلي بقى يشوف له استاد تاني يلعب فيه؟ انا مش فاهم فيه ايه. وبعدها يرجع تاني في القرار ويقول لك خلاص احنا هنلعب المباراه والمباراه هتلعب عادي على استاد القاهره. هو ايه يا جدعان في ايه؟ انا مش فاهم ازاي التصريحات دي تطلع من مسؤول كبير. المفروض لو جينا نتكلم عن النقطه الاولى الا وهي ان دي تصريحات عنتريه من مارسيل كولر وبيتحجج. اولا حضرتك الجزئيه دي مالكش دعوه بيها تماما ودي ما تخصكش. مارسيل كولر مدرب في النادي الاهلي، والمفروض ان الاهلي ده عميل عندك، ان هو بيجي ويأجر استاد القاهره، ده طبيعي جدا. فانا بالنسبه لك عميل بدفع فلوس على الايجار ده، فان معنى ان اطلع مثلا اشتكي ده مش عيب فيك ولا في اي حاجه، عادي جدا. المفروض ان انت ما تاخدش الموضوع على صدر حضرتك قوي كده وتطلع تقول ماشي وهنظبط وهنعمل، او تقول ان الارضيه كويسه واحنا شايفين انها كويسه وبنقوم بالصيانات، ولا الكلام ده مش صحيح واحنا الارضيه كويسه وخلاص على كده. لكن تقول وتتكلم بصفتك مشجع وليس مسؤول كبير عن اكبر استاد داخل مصر واعرق استاد داخل مصر ويمكن في افريقيا كلها، فبصراحه حاجه عجيبه وغريبه جدا. وانك تتهم الراجل انه بيتحجج ويتلكك، فده بصراحه شيء اول مره نسمع عنه. بالرغم من ان مارسيل كولر ان حضرتك مش عاجبك كلامه دوت، طلع في اكتر من مناسبه، ويمكن اول ما جه مصر وشاف استاد السلام وشاف استاد القاهره اثنى بشده على استاد القاهره وقال لك ده من افضل الارضيات، وقعد يقول انا شيت فيها، وخلى اداره النادي الاهلي تنقل مبارياتها كلها على استاد القاهره وتلغي استاد السلام ده اصلا، وتلغي التعاقد حتى اللي كان موجود مع استاد السلام. انت متخيل؟ وحتى مش بس المره دي، ده اكتر من مره وفي اكتر من مناسبه يشيد بالارضيه وبالملعب بشكل كبير جدا. فمعنى انه يطلع دلوقتي يتكلم ان الارضيه فيها مشكله، فاذا الراجل فير جدا وحقاني قوي، لانه ما بيطلعش ينتقد عمال على بطال، ده عمال يشيد يشيد يشيد، واول ما حصل دروب او شاف ان الموضوع فيه مشكله قال لك عليه. فالمفروض رب حضرتك ان احنا هنظبط هنعمل هنسوي، لكن مش تطلع تقول التصريحات العنتريه دي وفي الاخر تقول طب خلاص بقى احنا كنا مقدمين طلب للرابطه ان هم ينقلوا المباريات بره استاد القاهره عشان نعمل اعمال صيانه، طب احنا بقى هنعمل اعمال صيانه دلوقتي والاستاد موقوف ومفيش لعب عليه والنادي الاهلي يروح يشوف له بقى ملعب تاني عشان خاطر مارسيل كولر ايه يا عم في ايه؟ حضرتك ما ينفعش اللي انت بتقوله ده خالص، لان الاستاد هو ملكيه عامه وليس ملك حضرتك. فموضوع بصراحة عجيب وغريب وتصريحات أول مرة نشوفها من مسؤول كبير. أما بقى النقطة الثانية وهي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز الكابتن خالد الغندور. الكابتن خالد الغندور طلع امبارح أو أول امبارح تقريبا مع الكابتن سيف زاهر وقال لك أنا بقدم الشكر والتحية
نادي بيراميدز. قال له ليه يا كابتن بتقدم له الشكر والتحيه؟ قال لك ان نادي بيراميدز صاحبه مش مصري، صاحبه اماراتي، وبالرغم من كده ما منعش لاعيبته ان هي تروح المنتخب عكس انديه تانية. وهنا كان بيشاور على النادي الاهلي. طب لما تيجي تشوف وتقارن الاثنين ببعض هتلاقي الموقف ده هو اللي الاهلي عمله هو اللي بيراميدز عمله. ايوه هما الاثنين واحد. ازاي؟ النادي الاهلي لما طلب منه اللعيبه اللي هم تحت السن اللي المفروض يروحوا يلعبوا في المنتخب الاولمبي، بالفعل النادي الاهلي وافق على الدبيس وعلى كوكا وعلى حمزه علاء ان هم يروحوا، وبالفعل راحوا. اما لما جه يطلب اللي فوق السن فالاهلي رفض، لان ده من حقه وان دي مش في الاجنده الدوليه، وانا شايف ان انا محتاج اللعيبه اللي فوق السن وانت هتاخد اهم 3 من عندي فوق السن. انت متخيل؟ طيب نيجي بقى البيراميدز عمل ايه؟ بيراميدز اتطلب منه اللعيبه اللي تحت السن ومن ضمنها ابراهيم عادل، وبالفعل وافق عليهم وراح. لكن لما اتطلب منه لعيبه من فوق السن زي مصطفى فتحي بيراميدز رفض. فهنا اللي عمله الاهلي هو اللي عمله بيراميدز بالظبط، رفض اللعيبه الكبار اللي فوق السن ووافق على اللعيبه اللي تحت السن اللي المفروض هم هيروحوا، مفيش فيها مجال ولا فيها ارفض وما ارفضش. اما اللعيبه اللي فوق السن فده حق للنادي يقبل او يرفض. ولكن الكابتن خالد الغندور المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز وحامي الحمى والمدافع الاول عنه طلع وقعد يمجد في اللي عمله بيراميدز على الاخر، رغم انك تقول له يا كابتن الاهلي وافق على اللعيبه اللي تحت السن زي ما بيراميدز وافق على اللعيبه اللي تحت السن. لكن الكابتن خالد الغندور باصص ان ابراهيم عادل من ضمن اللعيبه اللي تحت السن وهو مؤثر مع نادي بيراميدز وبيلعب بشكل اساسي. اما عند النادي الاهلي فما فيش غير مين؟ غير كوكا اللي بيلعب اساسي ومش على طول وفي اللي يعوضه. فشاف النادي الاهلي ما تضرش. طب احنا مالنا يا كابتن؟ المبدا واحد، كل اللعيبه اللي تحت السن اللي طلبها المنتخب راح، اما اللعيبه اللي فوق السن فده من حقي، زي ما انديه كتير في العالم كله وزي ما حتى ليفربول نفسه منع صلاح يروح بالرغم من ان مفيش مباريات عندهم دلوقتي والدوري الانجليزي متوقف، الا ان هو منعه حقه. زي ما بعض الانديه برضو المصريه منعت لعيبه حقها. ففي النهايه انت جاي دلوقتي بتقدم تعظيم سلام وبتشكر بيراميدز وعمال تمجد في اللي عمله، مع انه ما عملش حاجه غريبه وعجيبه وتشكك في الاهلي اللي عمل نفس فعل بيراميدز. لكن ازاي كابتن؟ ده انا المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، ما ينفعش. طيب بعد بقى ما بيراميدز وهاني سعيد طلع وقال لك احنا بنطالب المنتخب انه يبعت لنا ابراهيم عادل عشان خاطر يلعب مباراه الاهلي، وبعد كده هنبعته لكم في طياره خاصه على حسابنا لحد فرنسا. متخيل بيطلبوا ايه؟ رغم ذلك فين الوطنيه؟ مفيش. كابتن خالد ده الراجل عايز ياخد اللاعب من القلب المعسكر، من قلب معسكر المنتخب اللي كنت بتتكلم عليه وتقول ان هم وطنيين اكتر من الانديه الوطنيه. فين حضرتك؟ ما طلعتش ليه واتكلمت وقلت ما دام اللاعب راح ما ينفعش يرجع والكلام ده كله؟ ولا هو كان تمجيد وتفخيم بس عشان اثبت للناس ان الاهلي رافض يودي لاعيبته وان الاهلي رافض يساند المنتخبات الوطنيه وان الاهلي مش نادي وطنيه وان الاهلي كذا وكذا وكذا وكخه ووحش؟ هو ده كل الغرض من تصريح الكابتن خالد الغندور، مفيش اي مبرر تاني ولا تفسير تاني لتصريحاته وكلامه. يا كابتن خليك فير شويه، ومش اي حد ضد الاهلي تبقى انت معاه وخلاص. شجع فريقك وحاول ان انت نفس المجهود ده تعمله مع فريقك اللي هو الزمالك، صدقني هيكون افضل بكتير. على الاقل ده فريقك اللي انت بتشجعه، لكن مش اي حد ضد الزمالك انت معاه. مش مبدأ، مش كده ولا ايه؟ في النهايه يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو، لو مش مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس، لو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعملنا متابعه. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.